اهلا وسهلا، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، تمام الصحه والعافيه وانتم كتشاهدوا في هذا الفيديو. نبداو على بركه الله. بسم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم جيت غنهضر لكم واحد الموضوع اللي الصراحه غرفه ديال الاطفال من اكثر الحوايج اللي كيترونوا في الدار، ومن اكثر الحوايج اللي كيبينوا انه الدار مرونه هما الالعاب وهما الاشياء ديال الدراري الصغار، الحوايج ديالهم، مخدات، اي حاجه كتعلق بانه الدراري الصغار كيكونوا كيقيسوها او لا خاصه بهم كتكون مبعثره في الدار كامله. بطبيعه الحال اللي عندها وليداتها كبار كتكون تهنات من هذا المشكل، ولكن ملي كيكون عندك وليدات صغار واخا تعيي تنظمي، واخا تعيي تقولي لهم، بطبيعه الحال هذوك تيبقاو غير وليدات صغار كيبغيو يهزوا الالعاب ديالهم، كيبغيو يجيو يتفرجوا في التلفازه. بزاف ديال الناس ولاو كيديروا واحد القضيه انهم كيديروا واحد التلفازه صغيره في الغرفه ديالهم باش هكا تيتهناو انهم يخرجوا ويدخلوا في الدار. وعاوتاني واحد الحاجه اللي بغيت نشير ليها واللي الصراحه كنلقى الناس كيعياو فيها وما كيردوش البال، هما اللي كيديروها لراسهم، هما كثره الالعاب. وبزاف دوك الالعاب اللي كيكونوا صغيورين، كتكوني كتقولي غادي تشري لهم الالعاب باش هكا يلعبوا ويكون عندهم بزاف ديال التنويع، ولكن ملي كيكون التخمال ولا ملي كيكون الروينه كتكون انت اللي كتحصلي فيها. فمن هذا ملي كتبغي تشري الالعاب حاولي ما امكن تشري الالعاب اللي كيكونوا كبار، هكا حجم ديالهم شويه كبير، ماشي ثاني دوك الصغيورين تيكونوا كتارين تيكونوا عرفتوا. راه الا كنتي هي الغاديه وعسفتي راه صافي تتولي تتقولي اش داني نشري لهم هاد الالعاب، وحتى هما يا تيضربوا بهم، كيقدروا انهم هكا او الله يحفظ يقدروا انهم ياكلوهم. هذاك الشيء علاش كنحاولوا ملي كنبغيو ناخذوا الحويجات هما هي بطبيعه الحال كتعجبك انك دير لهم واحد الاسباس ديالهم يكون فيه بزاف ديال الحوايج ديالهم باش هكا حتى هما كيتشغلوا النهار كله كيبقاو كيلعبوا. ولكن ملي كتبغي تخملي هذا كيرجع لك غير نتيا. فلهذا كنحاولوا اننا نختاروا سميتو الالعاب اللي كيناسبوهم. بحال مثلا نهضر لكم على الحاله ديالي انا، ولادي فاش كناخذ لهم هكا شي حاجه الالعاب كناخذ لهم مثلا النونوسات منهم قليل والقليل فاش كناخذ لهم بحال هكا ضروري من المكعبات، ضروري من داكشي، ولكن دوك اللي تيكون فيهم دوك الحوايج صغيورين هذوك تنتفاداهم نهائيا، ما كنبغيش ناخذهم لهم نهائيا. حتى دوك اللعيبات اللي كيكونوا فيهم بلاستيك اللي دغيا كيتهرسوا كنحاول انني ما ناخذهمش لهم، حيت دغيا كيدوزوا واحد المده وكيتهرسوا، ماشي بحال دبدوبات والحاجات اللي دغيا كيكونوا هكا بحال السيليكون، فهمتوا؟ يعني هذوك كديرهم في الماكينه كتغسليهم كتصبنيهم دغيا كينشفوا فهمتوا؟ ماشي شي حاجه اللي كتخافي منها انهم كيلعبوا بها وانت مرتاحه عليهم، وحتى هكا ما كيضربوش بعضياتهم بداك الشيء. كتكون الحاجه قليل وقليل فاش انها ممكن تهرس. بحال الدراري مثلا ملي كيكون عندهم الكابوسات هذوك تتحاولي تردي معاهم البال. هي المهم كيكونوا بعض الاشياء كيف تنقولوا دائما حنا اللي كنديرهم لراسنا. الا كان قانون ديال التقليل تيسميوه قانون ديال التقليل، يعني ما قل ودل اللي يكون عندك في الدار حتى في الكوزينه. ملي كيكونوا عندك غير المعينات فاش كتقضي، الماعن ديال الضياف كيكونوا بوحدهم، كيكونوا عندك غير الماعن فاش كتقضي، كتكون عندك حتى في التخمير كتكون عندك ساهله القضيه. دغيا كتجبدي دوك الماعن كتغسليهم كترديهم بلاصه ديالهم صافي، وهانتي تهنيتي وكل حاجه رجعت لبلاصه ديالها. اما الا كنتي خارجه شفتي هذا الكيسان عجبك، هاد الزواقه ديال هادو عجباتك، هذه عجباتك، نهار كتبغي تخملي الا خليتو في الكرتونه ديالهم كتخافي يتجمع لك بوجعران، وضروري ما تيتجمع لك فيهم بوجعران. ولا خليتيهم بلا كرتونات ديالهم كتخافي انهم يتهرسوا لك. يعني كتكوني دائما انتيا في واحد الكركبه، نهار كتبغي تخملي عرفتي فاش كتجبدي دوك البلاكارات راه تصدمي تقولي واش انا عندي هادشي كله. اللهم يكون عندك الحاجه القليله، الحاجه اللي كتقضي بها. بحال دابا كيف تنشوفوا في هذا الفيديو، انا من هاد السيده ما نديرش هادشي كله على قبل وليد واحد، ما شريش ليه الكتوبه كاملين، وإلا كاع وشريتهم ليه نحط ليه واحد 3 4 حتى 5 الحاجات اللي غادي يقرا فيهم، والمباقي كله غادي نخبيه، لانه هو وليد صغير واحد الناس غادي يقول لي راسو غادي يهز ديك السليله كلها هي غادي يكبها. وشكون غادي يجمعها؟ غادي نجمعها انا. اللهم نحط ليه حاجه وحده يلعب بها وهكا نكون مرتاحه، ومنين يجيه الملل نجمع هذيك الحويجه ونردها للفوق ونعاود نجبد ليه حاجه اخرى عاوتاني. منها بغا يكون عندك واحد حاجه قليله في الدار انه تتعودي الولد انه غادي يجمع، يتعود على راسو باش انه يجمع كلشي لراسو، وفي نفس الوقت تكون عندك نتيا الروينه قليله وناقصه. لانه الوقت اللي غادي تضيعي في انه غادي تجمعي واحد البيت تقدري انك تستغليه في شحال من حاجه. مثلا تقراي القران، مثلا داك الناس غادي تصوميه دابا الحال ولا بارد، ودائما كتوقع لنا انه الدين ما كنخليوه حتى كيقرب رمضان بواحد الشهير او لا واحد جوج ديال الاسابيع صافي كتكون من غير جوج اسابيع كيبقاو الاخرين ديال قبل رمضان دائما كتوقع لنا. يعني اللهم نستغلوا الوقت في اننا نديروا شي حاجه اللي غادي تنفعنا، نجمعوا داكشي، ولكن دائما ما نساوش الجانب الديني ديالنا
لانه بعض العيالات كتبغي الدار بغاتها تكون تتشعل تتشقشق بالنقاوه كيف تيقولوا الناس، ولكن تتنسى كتلقاها مثلا ما صلاتش الصلاه في وقتها. الظهر هي وقتها كاينه في الكوزينه، بغات تغسل الماء، بغات توجد الغداء، لا خص الدراري يجيو يلقاو الغداء، لا الراجل خصو يجي يلقى الغداء، لا خصها تكون مجموعه مقاده ما يدويش عليها الضوء فاش تدوي الظهر ديك الوقيته هي صافي خصها تكون عندها الغداء. ما عرفتش بانه الله سبحانه وتعالى غادي يسولك واش تهليتي واش درتي، ولكن ماشي واش حطيتي الغداء في الوقت. الصلاه هي اللي غادي نسالوا عليها. فلهذا الانسان دائما يراجع نفسه ويحاول ما امكن يقول بلاتي واش انا يا هكا كنقول. انا ملي كنكون شي مرات غارقه في الماء كنقول زكازكا واش هاد الماء غيسوني عليهم الله، كنحطهم كنخليهم من غير الا كانت مثلا بنتي مريضه كانت كتغوت فهمتوا شي حالات اللي نادره فاش كنخلي الصلاه. وغالبا ماشي كنخليها زعما واحد المده، لا انا من قبل الوقيته فاش كيبغي يودن مثلا المؤذن ديك الوقيته كنقول صافي هانزه في قربت الصلاه، يعني ديك الوقيته خصني نحاول ما امكن الحاجه اللي في يدي نحاول نحطها نخليها من با 5 ديال الدقائق ما غادي تاثر بحتى شي حاجه. غتمشي توضي تصلي ترجعي من الماء ما غادي يغوتوش. الا كنتي كطوي شي تصبير ما غاديش يبكي لك ويقول لك اجي تكمليني، كنتي كديري شي تسياق دغيا حاولي انك ما تكونيش في الوقيته ديال الصلاه، لانه الرجوع الى الله سبحانه وتعالى تيعاونك في الشغل ديالك تيعاونك في الترتيب. كتلقاي شي مرات كتوقع لينا كاملين كتقولي مال انايا حتى حاجه ما كتقاد، حتى حاجه ما كتحسي بالدار، حتى حاجه ما كتقاد لك في بلاصتها، من غير ان وليداتك صغار كيرونوا ليك، من غير انه الضغط ديال الخدمه ديال الدار ديال هذا. ولكن كيكون شي مرات بصح كتلقاي بانه حتى حاجه ما هي هذه كي تنقولوا حتى حاجه ما مقاده. كترجعي لله سبحانه وتعالى، الصلاه في الوقت، الذكر ديال الله سبحانه وتعالى، الذكر على فمك دائما، صلاه على رسول الله، استغفر الله دائما على فمك وانت كتقضي في شغلك. يعني عندنا الوقت وعندنا ما عندناش العذر، هادشي اللي تنقولوا. حيت شحال وحده كتقول لك انا عندي دراري انا ما تنلقاش الوقت، لا غير الوقت انت وكتقضي شغلك حتى داك التليفون نيتيك وكوني تذكري الله. مثلا ما كتعرفيش تقولي اذكار ديال الصباح واذكار ديال المساء، راه دابا ما شاء الله اليوتيوب عامر بالاذكار وعامر بشحال من حاجه تلقيه حداك في الكوزينه وانت كتخدمي وانت كديري شحال من حاجه، وفي نفس الوقت راكي كتذكري الله. وكيف تنقولوا تيطردوا الطاقه السلبيه، كنطردوا بزاف ديال الشياطين من الدار. سوره البقره ما كتقدريش تلقيها ما كتقدريش تقرايها عفوا كل نهار. انا الحمد لله ما كنقدرش صراحه نتلقى كل نهار، ولكن الحمد لله كنتلقى كنتصنت ليها هكا. غير المهم كتحاولي انك تبقاي غدا مع المقرئ، لانه القران قال لنا الله سبحانه وتعالى الا كنتي تقرا خصنا نصنتوا ليه. يعني انت كتقراي المقرئ كيقرا وانت كتقراي معاه، او لا على الاقل انت كتبعي معاه وكتصنتي معاه، حيت ما جاش انك تلقي القران وتخرجي من الدار. هذا الامر كنشوفوا شحال من كيديروا، ولكن من الاحسن ما نديروهاش. ايوا صافي هذا هو الفيديو ديالي. عرفتوا شحال وانا كنهضر وكنعاود نحبس، كنمشي عند بنتي كنهضر معاها كنعاود نسكتها شويه وكنعاود نرجع لكم. تقريبا راه اكثر من ساعه وانا كندير غير الصوت لهذا الفيديو. المهم سمحوا لي، كانت عندي واحد الفكره بغيت نوصلها، كنتمنى انني نكون وصلتها لكم. هي انه نكونوا دائما ما قل ودل في الحوايج، ما نساوش الذكر ديالنا والصلاه ديالنا اللي اهم من هذا الشيء كامله. ايوا هادشي اللي كاين. الله يحفظ لي ويحفظ لكم وليداتكم اجمعين. خليت لكم الرحمه الى فيديو جاي ان شاء الله. الا بغيتي تابوني معايا تابوني معايا يا اختي، خلي لي واحد اللايك. الله يجازيك بخير، شكرا. فيديو جاي ان شاء الله. بسلامه.